يعني كل ما ابني يتعصب او يغضب او يثور على شيء معين، انا بصبر وبتقبل كل اللي هو بيعمله علشان بس اوصله لسلمة اللي بعدها. كمان اخليه يركز على مشكلة واحدة بس، وعلمه ان مش كل حاجة يبدأ ان هو يزعل ويغضب علشانها. بكده او كل ما بنطلع في سلم الغضب دوت وبنتخلص من سلبية من سلبيات الثورة اللي هو عاملها، هو بيتحول من طفل عدواني عدائي تجاه اي سلطة هيقابلها، مش انا بس، في الشغل، في البيت، اي مكان. بحوله من شخص عدواني عدائي لشخص نزيه ناضج قادر يحول المشكلة لشيء ايجابي بانه يعمل فيها الصح. الموضوع هيكون صعب عليا، علشان كده انا لازم اتدرب معاه كمان اني اتحكم في غضبي، واني مزعلش او اثور بسبب الحاجات اللي هو بيعملها. اذا تدريب وصبر وقدوة مني زائد حب غير مشروط، كل دي عوامل هجمعها